الانتخابات، انسحاب إحدى القوائم لرفض طلبها بالإعفاء من الرسوم، عدم التحقيق في الشكاوي، تجاوز السقف الانتخابي، استضافة وسائل الإعلام لبعض المرشحين، تأخر بعض اللجان، إدلاء مسؤولي الحكم المحلي في بعض الأحيان عن مجريات العملية الانتخابية، بعض المال السياسي والتصرفات الفردية لبعض المرشحين. وكان الأهم الذي رصدته البعثة هو تراجع قدرة الأحزاب السياسية المصرية على المساهمة في صنع المشهد السياسي المصري، بالإضافة إلى تعقيدات النظام الانتخابي وصعوبة الاختيار من قبل الناس للمرشحين. ولكن بشكل عام هذه العملية صارت بشكل جيد. مرة أخرى نبارك لشعب مصر، البعثة مبروك لشعب مصر، كانت بشكل عام مقبولة وقد قاربت على 30% في نسبة العينة التي أخذناها. لا نستطيع أن نعطي رقم دقيق حتى الآن، ولكن في العادة نستطيع أن نقول أن النسبة الإجمالية لهذه المرحلة قاربت على 30%. هذه العملية صارت بانسيابية. أستطيع أن أقول أن البعثة الدولية المشتركة تبارك للشعب المصري مرور عملية انتخابات برلمانية ناجحة سادها إيجابيات وسادها بعض السلبيات، ولكن بالمجمل أي سلبيات لم تؤثر على سير هذه العملية الانتخابية. الدولية المشتركة المحلية لمتابعة الانتخابات المصرية، وهي البعثة التي تواجدت على أرض مصر منذ ثورة يناير لتتابع كل الاستحقاقات بما فيها استحقاق البناء السياسي والتحول الديمقراطي الذي يمهد ويؤسس لمرحلة البناء والتنمية في مصر. راقبت البعثة سابقا عملية الاستفتاء على الدستور المصري، وراقبت عملية الانتخابات الرئاسية المصرية، واليوم تأتي كما وعدت شعب مصر بأن تكمل وتراقب كل المراحل الانتخابية بكل مراحلها، وجاءت لتراقب العملية الانتخابات البرلمانية بأكبر بعثة في تاريخ أفريقيا، حيث تواجد على أرض مصر أكثر من 300 مراقب توزعوا على المراحل. كان من بينهم 150 مراقب دولي في المرحلة الذروة في أيام الانتخابات، وكان هناك حوالي 2015 مراقب محلي تواجدوا أيضا على خلال المراحل السابقة، وفي الذروة كان هناك 850 مراقب. ضمت البعثة جنسيات مختلفة، كانت من النرويج، سويسرا، بلجيكا، اسبانيا، النمسا، امريكا، هولندا، فرنسا، ايطاليا، روسيا، مولدوفا، الاردن، السودان، لبنان، البرازيل، الاكوادور، كندا، بريطانيا، المكسيك، نيبال، سريلانكا، المغرب، فلسطين، الهند،